السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالجميع. نواصل دائما مع سلسلة التحضير الجيد لشهادة امتحان شهادة البكالوريا. نواصل في هذا الجزء الثاني فيما يخص مقالة ولا موضوع العلاقة بين الإحساس والإدراك. تحدثنا في الحصة الماضية، قمنا بتعريف الإحساس باعتباره عملية فيزيولوجية، الإدراك باعتباره عملية عقلية معقدة إلى غير ذلك، وطرحنا السؤال: هل العلاقة علاقة اتصال أم علاقة انفصال؟ أشرنا إلى ضرورة أننا نبدأ بالانفصال باعتباره نظرية أقدم ولا نظرية كلاسيكية يتبناها كل من العقلانيون والحسيون. درنا طرح المشكلة وتعرفنا أهم أفكار الموقف الأول متعلقة سواء بالعقلانيين الذين يفصلون بين الإحساس والإدراك مع إعطاء الأولوية الأكبر للإدراك، والحسيين الذين يفصلون كذلك بين الإحساس والإدراك مع إعطاء الأولوية للإحساس ولا الأسبقية للإحساس. واستعرضنا أهم الفلاسفة سواء فيما يخص العقلانيين أو التجريبيين، ثم قمنا بنقد هذا الموقف واعتبرناه أنه تصور كلاسيكي، وأنه ليس هناك مبرر للفصل بين الإحساس والإدراك إلى غير ذلك. اليوم نحاولوا نتعرضوا ولا نتناولوا القضية الثانية ولا نقيض الأطروحة، وهو الموقف الذي يرفض الفصل بين الإحساس والإدراك ويدعو إلى ولا يتبنى فكرة الاتصال ولا الوصل بين الإحساس والإدراك. إذن عندنا هنا نقيض الأطروحة. الفكرة اللي يتبناها هي فكرة الاتصال، لا يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك. معناتها الإحساس والإدراك عمليتان متصلتان، ولا يمكن الفصل بينهما. الفصل بينهما، بل يمثلان وظيفة واحدة. أنصر هذا الموقف عندنا كذلك نظريتين بارزتين. عندنا النظرية الجشتلتية كنظرية في علم النفس، وعندنا النظرية الثانية هي النظرية الظواهرية والفينومينولوجية. في النظرية الجشتلتية نصيبه ممثلين مثل فيرتهايمر، عندنا كوفكا، كوهلر، ونقدر نزيدو بول غيوم. أما فيما يخص النظرية الظواهرية عندي نقدر نقول ممثلين كما هوسيرل وإدموند هوسيل وميرلو بونتي. هذو يتفقوا، كلا النظريتين يتفقوا، هو نظريات معاصرة في اثنين، نظريات معاصرة كلاهما يؤكد على ضرورة الجمع ولا الوصل بين الإحساس والإدراك كعمليتان متداخلتان. المبررات ولا الحجج المقدمة خلال هذا في هذا الموقف أن أولا المسلمة ولا المنطلق اللي ينطلق منه أنه عملية بناء المعرفة عملية متكاملة، ليست عملية متوقفة فقط على الإحساس ولا على الإدراك ولا على أولوية أحدهما، وإنما هي عملية متكاملة. وبالتالي الإحساس والإدراك يحوزان ولا يحوزان نفس القيمة المعرفية ولا القيمة الإبستيمولوجية ولا المعرفية، لأنه شفنا مع النظريات الكلاسيكية أنه العقلانيون يمنحون القيمة الإبستيمولوجية الأكبر للإدراك، والحسيون يمنحون القيمة الإبستيمولوجية الأكبر للإحساس، بينما النظريات المعاصرة فإنها تنظر إلى الإحساس والإدراك على أنهما وظيفتان يمتلكان نفس القيمة. وبالتالي كلا النظريتين سواء الجشتلتية ولا الظواهرية تنطلق من فكرة كذلك رفض التفسير الكلاسيكي. كلاهما يرفض التفسير الكلاسيكي القائل بالثنائية والازدواجية.
والثنائية المقصود بها هنا أنه عندي اثنين، إحساس وإدراك. بدل الثنائية نجد أنه كلا النظريتين المعاصرتين سواء الجشتالتية ولا الظواهرية يقران، يعني لازم بديل، لأنه مادام رفضت التفسير الكلاسيكي القائل بالثنائية إحساس وإدراك، أن نستغني عن كلمة إحساس وكلمة إدراك ويقران بالذات الواحدة، الذات ككل موحد. لذلك يعتبر هؤلاء الفلاسفة والمعاصرون أن الذات كل موحد يتداخل فيها الإحساس بالإدراك، فهما عمليتان متداخلتان ومتضايفتان، وما نقدروش نفصلوا بيناتهم ولا ننظر إليهم نظرة انعزالية ولا منعزلة، معناتها نعزل الإحساس عن الإدراك. لذلك لا يمكن عزل الإحساس عن الإدراك أو العكس، سواء كما فعل ديكارت ولا أفلاطون اللي عزلوا الإدراك باعتباره ذو معرفة ولا ذو قيمة أكبر، ولا كما جون لوك ودافيد هيوم اللي عزلوا الإحساس وعطوا له القيمة الأكبر. الآن نعرض أولا ثم بعد ذلك نعرض فكرة ولا حجج الجشتالتية ولا الجشتالتيون، ومن بعد نعرض بعد ذلك حجج الظواهرية. لذلك الجشتالتيون، وإحنا أولا نعرف بكلمة الجشتالت ولا فكرة الجشتالت. الجشتالت قلنا هي كلمة ألمانية تعني الصيغة ولا مرادفها في اللغة العربية، ولو أنه ما عندهاش مرادف، ولكن شرحها الصيغة الكلية للموضوع. الصيغة الكلية للموضوع أي موضوع نريد إدراكه ونريد فهمه نتعامل معه، فإنه يمتلك صيغة كلية، أي أنه مجموعة من الأجزاء التي تتكامل معا ولا تنسجم معا باش تشكل لي صيغة كلية للموضوع. إذا أنا أريد أن أدرك الموضوع، ولا هذه الجشتالت تركز على فهم ولا إدراك ولا استيعاب ولا الوصول إلى حقيقة الموضوع. الآن في مقابل الموضوع شو عندي؟ مقابل الموضوع هذا الموضوع المدرك ولا الموضوع الذي أريد أن أدركه، نجد الذات. شوف، ما يقولوش الإحساس وحده وما يقولوش الإدراك وحده، ما يستخدموش هذه الكلمات لأنها كلمات كلاسيكية. بدل ذلك نستخدم الذات باعتبارها كل موحد ككيان موحد يذوب فيه الإحساس مع الإدراك، ولا يتكامل فيه الإحساس مع الإدراك. لذلك ما كاش مبرر باش نهضروا على الإدراك وحده ولا الإحساس وحده، بل الذات ككل. إذن هذا هو البديل، بدل كلمتي الإحساس والإدراك، لأنه هنا كي نقول إحساس وإدراك راني فصلت بيناتهم، بدل ذلك نقول الذات المدركة ولا الذات العارفة التي تستخدم قدراتها. إذن الذات تستخدم هنا بالنسبة للجشتالت تستخدم قدراتها الحسية والإدراكية معا. من أجل ماذا؟ شو الهدف؟ من أجل إدراك ولا فهم ولا معرفة وفهم الصيغة الكلية للموضوع اللي هي سميناها الجشتالت، الصيغة الكلية للموضوع، لأن الموضوع لا يدرك بأجزائه وإنما بصيغته الكلية الموضوع المقابل لهذه الذات. وبالتالي هنا نجد أن الجشتالتيون يرفضون التصور الكلاسيكي ولا الفكرة الكلاسيكية ولا القناعة الكلاسيكية بأنه الإحساس يخدم وحده والإدراك يخدم وحده، لأنه هذه فكرة يتبناها الكلاسيكيون. أما المعاصرون فيرفضون هذا. لذلك الإدراك ولا فهم الموضوع ولا إدراك الموضوع، باش ما يكونش التباس نستخدم كلمة فهم ولا استيعاب الموضوع. فهم الموضوع يتطلب قوانين وعوامل. هذه العوامل طبعا موجودة تتوفر في الموضوع موضوعية، ولكن هذه العوامل الموضوعية ما هو دورها؟ دور العوامل هو مساعدة، هنا نقولوا مساعدة الإحساس ولا مساعدة الإدراك؟ لا، ما نقولوا لا مساعدة الإحساس ولا الإدراك، نقولوا مساعدة الذات على بلوغ حقيقة الموضوع.
لذلك هنا نصيب مثلا بول غيوم، هذه الفكرة. بول غيوم يعتبر ولا يؤكد أن الجشتلت هذه النظرية ترفض التصور الكلاسيكي الذي بدأه ولا أثاره ولا تبناه ولا أحدثه خاصة ديكارت، لأنه ديكارت باعتباره أول فيلسوف العصر الحديث ولا أبو الفلسفة الحديثة هو اللي بدأ هذا التعارض بين ما هو حسي وما هي إدراكي، وتبعوه إما العقلانيين اللي تأثروا به ولا تبعوه كذلك الحسيون اللي بقوا مؤكدين على الفصل ولكن مالوا لجهة الإحساس. لذلك فالتصور الكلاسيكي القائل به، لأنه ديكارت هو من جاء بعده من العقلانيون والحسيون، القائل بالثنائية، ثنائية الإحساس والإدراك، وكأنه الإنسان هو كل واحد ولكن هما رجعوه اثنين، رجعوه إحساس وحده، إدراك وحده، جسم وحده، وروح وحده، ولا نفس وحده، ولا ذهن وحده. لذلك نصيب القول تاع بول غيوم. يقول بول غيوم، وهذا القول قول مهم جدا لأنه يبين فكرة الجمع بين الإحساس والإدراك. يقول بول غيوم إن الجشتلت، معناتها إن مدرسة الجشتلت، إن الجشتلت ترفض التعارض بمعنى التعارض بين الإحساس والإدراك، التعارض الديكارتي نسبة إلى ديكارت، التعارض الديكارتي بين جوهرين منفصلين ولا متعارضين. والجوهرين المنفصلين هنا المقصود بهم الإحساس والإدراك ولا الفكر والامتداد كما سماهم ديكارت. جوهرين منفصلين، وتؤمن بدل التعارض هذا تؤمن بالواحدية، والواحدية هنا بمعنى واحدية الذات، أي أن الجشتلت، أي نشرح هذا القول، أي أن نظرية الجشتلت ترفض الفصل بين الإحساس والإدراك باعتبار أن هذا الفصل هو فكرة كلاسيكية، وتتبنى فكرة الاتصال والذات الواحدة، فكرة الذات الواحدة ككل موحد، معناتها الذات التي تستخدم الإحساس والإدراك والوظائف الحسية والوظائف الإدراكية لكي تستوعب الموضوع. لذلك فالقوانين هذه قوانين انتظام الموضوع، وهذه لقيناها في عوامل الإدراك، مثل قانون التشابه، معناتها العناصر المتشابهة، الاتصال، الشكل والأرضية، وهذو ما نحتاج لشرحهم لأنه هذو مانيش في مقالة عوامل الإدراك، وبالتالي ما نحتاج إلى شرحهم، لأنه نركز على فكرة العلاقة بالإحساس والإدراك، ماشي على العوامل الموضوعية للإدراك. الشكل الأرضية، الإغلاق، هذو كامل هي قوانين موجهة كما قلنا، موجهة للذات، ليس للإحساس وليس الإدراك، وإنما للذات، حتى تتمكن من بلوغ حقيقة الموضوع الماثل أمامه. لأنه معروف بأنه الجشتلتية هي تحاول أن تساعد الذات ولا أن توفر الشروط الموضوعية الموجهة للذات حتى تستطيع استيعاب ولا إدراك الموضوع. هذا فيما يخص النظرية الجشتلتية. لذلك فاستبدال، هنا عندنا الفكرة الأساسية هي استبدال مصطلحي الإحساس والإدراك، لأنه هذو مصطلحين يبدوان مصطلحين كلاسيكيين بمصطلح الذات. كنقول الذات راهي عبارة عن كيان واحد، بس الذات العارفة ولا الذات المدركة. هذا فيما يخص النظرية
الجشتلتية. النظرية الثانية ولا الحجج الثانية ولا النظرية الثانية هي الظواهرية. الظواهرية نسبة إلى الظاهرة، ولا الفينومينولوجيا نسبة إلى فينومين أو ظاهرة. صح. بالنسبة للظواهرية بزعامة إدموند هوسيرل وميرلو بونتي كذلك تنطلق أولا من فكرة رفض ولا تجاوز النظرة التقليدية، تجاوز النظرة ولا التفسير التقليدية لعملية بناء المعرفة. لأن النظرة التقليدية هي نظرة يا إما تركز على الجانب الإدراكي ولا الجانب الحسي. أولا هي ترفض التصور التجريبي لأنه تصور سطحي، وتصور يركز كثيرا على الحواس، لأنه قلنا أولا تتميز بالسطحية، معرفة سطحية. وترفض كذلك التصور العقلاني التقليدي. نقول التقليدي هنا نسبة إلى ديكارت، لأنه ديكارت تحدث نعم عن أنا أفكر، أنا موجود، ولكن لم يذكر موضوع التفكير. أنا أفكر هنا، التفكير هنا تقريبا التفكير فارغ من المحتوى، فأنا أفكر إذن أنا موجود، ولكن ديكارت لم يحدد فيما يفكر فيه. لذلك الكوجيتو هنا بالنسبة لهوسيرل يقول لك ولا يقول أنه كوجيتو الديكارتي كوجيتو فارغ ولا منغلق، لأنه قال أنا أفكر. بينما فكرة هوسيرل الجديدة البديل، ما هو البديل؟ هو أنه يكون أنا أفكر ولا هذا التفكير يكون متجه نحو ظاهرة، على ذلك سموها الظواهرية، ونضيف إلى التفكير موضوع التفكير. البديل هو ماذا؟ أنا أفكر في موضوع ما ولا ظاهرة ما، إذن أنا موجود، وهذا اللي يسموه كوجيتاتوم. عندي كوجيتو لديكارت هو كوجيتو منغلق، أي أنه تفكير دون موضوع تفكير. هنا لا يكون عندي المفكر والمفكر فيه. وهذا هو معنى مقولة دايما هوسيرل كل تفكير هو تفكير في شيء ما ولا في موضوع ما. كل تفكير هو تفكير في موضوع ما. صح. الآن من الذي يفكر؟ إذا كنا نرفض التصور التقليدي، سواء التصور التجريبي ولا التصور العقلاني، هنا إذن من الذي يفكر؟ فالتفكير، عملية التفكير ليست عملية تقوم على الإدراك وحده ولا على الإحساس وحده، وإنما عملية التفكير تقوم بها الذات العارفة. وهنا كي نقول الذات العارفة مع تجاوزت التصور الكلاسيكي الفاصل بين الإحساس والإدراك. الآن كيف تتم عملية بناء المعرفة؟ فلبناء المعرفة ولا وظيفة المعرفة ولا الوظيفة الإبستيمولية الجديدة للذات هي الذات توجه ليس إحساسها، ليس إدراكها، بل توجه شعورها أو وعيها. وعيها هنا الوعي المتعالي، معناتها نوعا ما الوعي في صوره الأعلى ولا في صوره العليا، معناتها بدون تدخل العواطف، لأنه هنا نتجاوز النظرة السيكولوجية. ليس الشعور بمعناه السيكولوجي، وإنما بمعناه نوعا ما الإبستيمولوجي. إذن توجه وعيها وشعورها نحو الظاهرة اللي هي الموضوع، لإدراك ليس صفاتها الحسية وليس لإدراك معطياتها العقلية، وإنما لإدراك ماهيتها كما تقع على الشعور. إذن أنا باش الشعور تاعي ما يكونش شعور فارغ كما قال ديكارت، ولا الوعي تاعي ما يكونش وعي فارغ، لابد عليا أنه هذا الشعور لازم نزيد له ولا نضيف له صفة واحدة أخرى تخليه شعور ممتلئ، ولا بدل ما يكون منغلق يكون شعور منفتح وشعور ممتلئ وشعور فيه معرفة ولا فيه موضوع مفكر فيه.
هذه الصفة ولا هذه الفاعلية ولا هذه العملية الجديدة يسميها هوسل بالقصدية. ما هي القصدية؟ هي أنني أوجه شعوري ولا طاقة الشعور كطاقة ذاتية نحو قصدا نحو موضوع بعينه، لأنه العالم مليء بالمواضيع ومليء بالظواهر، ولكن أنا نركز على ظاهرة معينة ونمنحها كل وعي. الوعي يكون موجه بصورة قصدية نحو هذه الظاهرة. الهدف من الظاهرة ليس هو وصفها شكليا، ليس وصفها حسيا، وإنما بلوغ ماهيتها أي حقيقتها الجوهرية، حتى تتكشف أمام الوعي كما عاشها ولا كما مرت عليه. لذلك هنا يقدم هوسل مثال المنضدة. فالمنضدة يقول لك المنضدة التي أراها الآن حتى ولو غابت عن حواسي إلا أن وعيي بها سيبقى مستمرا، معناتها إدراكي لماهيتها سوف يبقى مستمرا، وبالتالي أنا لست مرتبطا ارتباطا حسيا مع المنضدة بل ارتباطا واعيا. لذلك الوعي القصدي بالماهية هو الذي يسمح لي بإدراك حقيقة ولا جوهر هذه الطاولة ولا هذه المنضدة كمثال، وهذا ينطبق كذلك على الدرس ولا ينطبق على أي موضوع نريد أن ندركه. لذلك نصب قول هوسل يقول: تستلزم ماهية كل تفكير أن يكون وعيا بذاته. إذا لازم حضور الوعي التام للذات. وكذلك عنده قول واحد آخر كذلك، هذا يقول: لا يوجد داخلية ولا خارجية. معناتها مكاش معرفة داخلية ومعرفة خارجية، بل الكل مندمج، الداخل مع الخارج. ما نقدروش الذات ولا الأنا هذا ما نقدروش نعزله وحده الداخل بدون المعطيات الخارجية، ولا الخارجية نفصلها عن الداخلية، بل هي نوع من النسيج، بل هما نسيج قصدي. وهنا تدخل فكرة القصدية اللي هدرنا عليها. نسيج قصدي ووحيد لا انفصال فيه. إذن ليس وعيا منفصلا، وما نقدروش نفصلوا العالم الداخلي للذات عن العالم الخارجي، لأنهما يمثلان امتدادا واحدا. الفيلسوف الثاني كذلك نصيب في الظواهر نصيب ميرلو بونتي، الذي بدوره يؤكد على تكامل وتداخل الحسي مع الإدراكي، لأنه لا يعملان معا. فإدراكنا ما يكونش إدراك مثالي، إدراك عقلاني، إدراك خالص بعيدا عن الحواس، والحواس كذلك وحدها مش راح تعطيني معرفة. لذلك يقول عندنا القول تاع ميرلو بونتي: لا تفكير من دون رؤية، أي لا إدراك من غير إحساس، لأن الرؤية تشير إلى الإحساس، التفكير يشير إلى الإدراك. لذلك فهما لا يمكن الفصل بينهما، فلا توجد لعمليات، إذن لا وجود لعمليات عقلية خالصة خالصة بدون إحساس، وكذلك لا معنى للإحساس دون وعي مدرك. لذلك فهما متكاملان. لذلك فالظواهرية بدورها تؤكد على تكامل وتداخل المعرفة وتجاوز فكرتي ولا تصوري الإحساس والإدراك، والجدل حول قيمة هذه ولا قيمة هذه، قيمة أحدهما، وتجاوزهما إلى الذات المدركة ولا العارفة ككل، دائما ككل موحد. وهكذا نكون استعرضنا. إذا النتيجة اللي نوصل لها سواء في الظواهرية ولا الجشتلتية، إذا الجشتلت والظواهرية كنظريات معاصرة ترفضان كل فصل بين الإحساس والإدراك،
وتؤكدان على الجمع ولا الاتصال بين العمليتين في ذات واحدة. وهكذا نكون عرضت الموقف الثاني، ودرت المبررات والحجج والأقوال وحتى الأمثلة التي يمكن أن توضح الموقف الثاني. كذلك بعدها نقوم بنقد هذا الموقف ونقول فعلا الذات كيان واحد والإنسان هو كيان واحد في الحقيقة. إذن صحيح أن الذات كيان واحد ويحاول هذا الكيان يحاول بناء معرفة متناسقة. دائما نحاول حنا كذوات أننا نصيب معرفة متناسقة، معناتها تكون ما نراه وما نفكر فيه ولا ما ندركه وما نحسه يكونوا متناسقين. ولكن رغم هذا إلا أنه ليس من السهل تحقيق الانسجام بين الإحساس والإدراك. الأمر مش بهذه السهولة. الإدراك علاه؟ لأنه الإحساس والإدراك أحيانا يعطونا معارف متناقضة. معناتها الإحساس، معناتها الفكرة اللي يوصل لها الإحساس والفكرة اللي يوصل لها الإدراك ما همش بنفس الدرجة وبنفس القيمة ومش متطابقين. فأحيانا لا يحصل تطابق بين ما هو حسي وما هو إدراكي، وهذا كثيرا ما يحصل، مش أحيانا. لأنه في كثير من التجارب المعرفية أن الإحساس يعطيني معرفة والإدراك يعطيني معرفة مناقضة لها. كأن أرى مثلا الطائرة في السماء تكون صغيرة الحجم، ولكن إدراكي لها أعرف بأنها مثلا أنها جسم كبير الحجم. وهنا فمعرفتي الحسية ومعرفتي الإدراكية مش مطابقين، فأنا مضطر إلى أنني أستبعد إحدى المصدرين وأؤمن بالمصدر الآخر. وأحيانا يحصل العكس، أحيانا فكرة كي نحسبها بواسطة العقل ولا أدركها فقط بواسطة العقل نوصل نتيجة، بينما الواقع يؤكد ولا معناتها يعطيني حقيقة أخرى، فيكون الواقع مناقض للفكرة ولا تكون الفكرة مناقضة للواقع. لذلك ليس من البساطة أننا هكذا بكل سهولة نقول أن الإحساس والإدراك هما عمليتان متكاملتان إلى غير ذلك بهذه البساطة. كما أن تحليل كلا النظريتين سواء النظرية الجشطلتية ولا النظرية الظواهرية، تحليل كلا النظريتين تحليل متسرع. لأنه هذا بدل ما يقولوا لنا ما هو دور الإدراك وما هو دور الإحساس وين يبدأ الإحساس وين يبدأ الإدراك، معناتها بصورة نقدية نوعا ما كما تحدث كانت، لا، تحليلهم كان متسرع. لأنه الجشتالت الجشتالت علاه كانت متسرعة في تحليل الذات؟ لأنه الجشتالت ركزت على الموضوع المدرك. لأنه الجشتالتية أصلا موضوعها الرئيسي ليس الذات، وإنما هو الموضوع المدرك كيف يكون منسجما. والظواهرية حاولت التركيز ركزت على فكرة الوعي القصدي. لذلك فتحليلها للموضوع ولا لعملية بناء المعرفة كانت نوعا ما متسرعة. لذلك فكلا المحاولتين سواء المحاولة الجشتالتية ولا المحاولة الظواهرية فهذا التحليل سواء التحليل الجشتالتي ولا الظواهري هو تهرب من المشكلة بدل تقديم حل فعلي لها. إذن هو بدل ما يقدموا حل فعلي لمشكلة العلاقة بين الإحساس والإدراك، داروا نوع من التهرب، أنه نظروا إلى الذات نظرة سطحية مباشرة، إحساس وإدراك ما يهمنيش مين تيبدا الإحساس مين تيبدا الإدراك، أنا المهم عندي ذات مدركة وخلاص. ولكن كي نجو نتعمقوا في المشكلة من الناحية الإبستيمولوجية كما دار ديكارت وكما داروا المحدثون كما دار دافيد هيوم إلى غير ذلك، وحتى من قبله أفلاطون وأرسطو إلى غير ذلك، اللي تعمقوا في مسألة الذات بصفة أساسية، وجدوا فعلا أنه ما هو حسي وما هو عقلي نوعا ما لا يمكن أننا ندمج بينهما بهذه السهولة.
هذا فيما يخص نقد الموقف الثاني وكلا النظريتين. ثم ننتقل إلى عملية التركيب وخطوة التركيب، حيث أننا نضطر إما إلى الجمع بين الموقفين أو تغليب أحدهما أو تجاوزهما. هنا ما نقدروش نجمعو باسكو ما نقدرش نجمع بين متصلان ومنفصلة لأنهما موقفين متناقضين، ما نقدرش نقول متصلان ومنفصلان في نفس الوقت. لذلك أنا مضطر إما لتغليب أحدهما أو تجاوزهما، وهنا نقوم بعملية تغليب. نغلب نوعا ما الرؤية المعاصرة التي تدعو لا تؤكد لا ترى أنه الإحساس والإدراك عمليتان متصلتان، لأنه نظرة معاصرة، نظرة أكثر تطورا، أكثر شمولا، أكثر منطقانية، أكثر تقبلا وأكثر واقعية. لذلك فدائما نقول يمكن القوم من خلال تحليل ومناقشة الموقفين السابقين، سواء الموقف الكلاسيكي والموقف المعاصر، أن عملية بناء المعرفة ولا اكتساب المعرفة وإدراك العالم الخارجي وفهم العالم الخارجي تتطلب الاعتماد على كل ولا مختلف القدرات التي تحوزها ولا تحوزها الذات، سواء الحسية أو الإدراكية. لذلك ما نقدرش نفصلوا، لذا فالإحساس والإدراك عمليتان متصلتان ومترابطتان ومتداخلتان، وغياب أحدهما، أحد العمليتين ولا أحد الوظيفتين، يؤثر على عملية المعرفة ونجاحها، معناتها ينقص من نجاحها. إذا اعتمدنا على الإدراك وحده معرفتنا تكون نوعا ما معرفة غير موفقة ولا غير مكتملة. وكذلك إذا أهملنا الجانب الحسي كذلك عملية، إذا اعتمدنا فقط على الإحساس فإن العملية بناء المعرفة ستكون عملية مبتورة. قلنا عملية بناؤها ويؤدي إلى تكوين تصورات مبتورة. لذلك فالأفضل، لذا فالأنسب إبستيمولوجيا معرفيا الجمع بين الإحساس والإدراك. وهذا كذلك ممكن دون نموذج كما نجده في نظرية إيمانويل كانت النقدية، التي تعتبر أن المعرفة نتاج تداخل وتكامل الحسي مع الإدراكي. وكذلك كما أن نقدر نزيد المعاصرون، كما أن المعاصرون يميلون إلى الاعتماد على كلا الوظيفتين في بلوغ الحقيقة، حتى في العلم، لأنه في العلم نجد أين يتكامل الإحساس اللي نصيبه في المنهج التجريبي ولا في التجربة مع الإدراك، وهذا اللي نصيبوه كذلك في الفرضية والقانون، لأن الفرضية راهي تعتمد على العقل، القانون يعتمد على العقل، وكذلك التجربة ولا الملاحظة تعتمد على الحواس ولا ما هو حسي. وبالتالي فالعلم هو تكامل بين ما هو عقلي وما هو حسي، خاصة في الأكسيوماتيك المستخدمة وين في العلوم ولا مختلف العلوم منهج رياضي. ولكن في العلوم فالأكسيوماتيك هنا يعتمد بدرجة كبيرة على الجانب الإدراكي ولا الجانب العقلاني، ويطبق في الفيزياء ولا في مختلف العلوم. وهنا نجد الجانب
الجانب الحسي. ومن بعد في حل المشكلة نجاوب على السؤال هل يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك. نجاوب على السؤال نستنتج في الأخير أنه لا يمكن، نجاوب صراحة لا يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك باعتبارهما وظيفتان متكاملتان ومتداخلتان. صحيح أنه تعريف الإحساس غير تعريف الإدراك، فهما مختلفان من حيث التعريف، ولكن متكاملان من حيث الوظيفة، وهي بناء المعرفة وبلوغ الحقيقة. وهكذا ونقدر ندير مثال بأنه التلميذ مثلا لكي يدرك درس من الدروس يجب أن يكون هناك حضور للوعي ولا للإدراك، ولازم يكون هناك كذلك حضور للحواس ومختلف الوظائف الحسية. فمثلا ندير مثال إدراك درس من الدروس يتطلب حضور حسي وحضور عقلي إدراكي حتى نفهم الموضوع فهما صحيحا. وهكذا نكون قد راجعت ولا قمت بمراجعة ولا تأسيس ولا بناء مقالة، نوعا ما نموذج مقال حول علاقة الإحساس بالإدراك بالطريقة الجدلية، وتتبعت مختلف المراحل. ومن بعد كي نجي نجاوب في ورقة الإجابات طبعا نحول هذه رؤوس الأقلام التي حررتها حول كل نظرية وكل موقف وكل فيلسوف إلى مقالة كما هو معروف. هنا تصبح يرى بعض الفلاسفة والمفكرين أمثال فيرتهايمر إلى غير ذلك ممثلي الجشتالت والظواهرية أن الإحساس والإدراك عملية متصلة إلى غير ذلك، ثم ويبررون موقفهم بعدة حجج وبراهين، حيث ينطلقون من مسلمة أن عملية بناء المعرفة هي عملية متكاملة مش أحادية الجانب ومش عملية مفصولة ولا مفصولة العناصر كذلك. ثم نبدأ فالإحساس والإدراك يحوزان نفس القيمة، يمنحانهما سواء الجشتلت ولا الظواهرية يمنحان الإحساس والإدراك نفس القيمة الإبستيمولوجية ولا المعرفية كذلك، ولكن نتجنب هذا رؤوس أقلام ونحولها إلى فقرة نذكر حجج الجشتلت كما ذكرناهم، ثم حجج الظواهرية، ثم نروح للتركيب والخاتمة إلى ذلك حتى نبني مقالة بهذا الشكل. نتمنى أنه الشرح هذا كان مفيد وكان واضح. شكرا على المتابعة. حاولوا كل مرة أنكم تطلعوا على الأفكار بشكل دوري حتى ما تنسوش ولا ما تنسوش أهم الأفكار. وحاولوا كذلك ديروا مقالات فردية، مقالات بمجهودكم الخاص بتعبيركم الخاص حول الموضوع. ونلتقي بإذن الله في مراجعة ولا في درس مقبل بإذن الله ولا في موضوع جديد بإذن الله. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.